حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتني جدا جدا. النهارده عملنا صينيه الفراخ بالبصل والرز المعمر، حاجه كده عظمه من الاخر من الاخر من الاخر. بس اوعي تنسي ايه؟ اللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس علشان قناتي تنجح بيكم، وعلشان ابدا تاني انزل لكم فيديوهات حلوه اللي انتوا بتحبوها. تمام. يلا بينا بقى نقول ايه العظمه ديت. اول حاجه جبنا صدور الفراخ. لو عندك بقى ايه بواقي الفراخ او بتربي طيور او كده، ممكن تعملي ايه الصينيه ديت باقل تكلفه. تمام. جبنا زي مثلا 4 بصلات، طبعا نضفنا الفراخ كويس جدا بالخل والملح والميه طبعا والليمون، وسيبناهم شويه لحد ما ايه الزفاره بتاعتهم تروح. تمام. وبعد كده حضرنا 4 بصلات، فلفل اسمر وحبه ملح صغيرين، وحطينا طبعا الفلفل الكوبي، عندي الفلفل الحار. تمام. بهارات كنوز بقى، مش عايزه اقول لكم حاجه كده بجد بجد جميله جدا جدا، ب2 جنيه بس، حاجه جباره من الاخر بجد. تمام. وبعد كده تبلنا الفراخ بتاعتنا. حطي برضو الخلطه دي تحت الجلد الفرخه، علشان تحاول ايه تاخد ايه من الطعم بتاعها. سيبيها في التلاجة مثلا زي نص ساعه، مش عاوزه تسيبيها ما فيش اي مشكله خالص. وبعد كده سيبيها على النار كده تاخد غلوه بتاعتها، ومعلقه كاتشب عليها، حلوه جدا. وهتحطي سمنه وهتحطي زيت غير لما تدخليها الفرن وتاخد الصدمه بتاعتها وتطلع، تحطي ايه الزيت السخن. تمام. انا عاوزه اقول لكم بجد بهارات كنوز جميله جدا جدا جدا. تمام. بعد كده ظبطنا بقى ايه الرز المعمر، ورحنا حطينا مثلا نص كيلو رز. حاولي تقللي شويه في الرز وتزودي شويه في اللبن، حبه ملح صغيرين جدا جدا. وبعد كده حطينا اللبن يكون دافي على الرز. يعني الموضوع مش صعب. عاوزه تحطي معلقه سمنه حطي، ما فيش مشكله. عاوزه تحطي زيت برضو ما فيش مشكله. اسهل رز هو الرز يا جماعه، الرز المعمر اكتر الناس بتخاف منه، بس بجد والله ده حاجه حلوه جدا، وبتحسي بجد بطعم الاكل البلدي الجميل بتاع زمان. تمام. اغسلي الرز بس اهم حاجه كويس جدا ونقيه. لو انت جايباه ايه من عند العطار، لو انت جايباه في اكياس عادي برضو اغسليه كويس، وحطي ابداي حطي اللبن زي ما قلت لكم كده، وسيبيه في نص ساعه في الفرن. تمام. اول ما يطلع اديله الصدمه بتاعته، سخني الزيت كويس، وبعد كده ايه دي بيقولوا عليها قدح الرز. تمام. وحطي ايه الزيت عليه وهو بيغلي. تمام كده. وبعد كده بعد ما حطينا الزيت، حطينا طبعا الزيت كان فيه بواقي زيت صغيرين جدا، رحت حاطه طبعا ايه حاطه ايه على الفراخ، وطلعت بالعظمه ديت بجد حاجه حلوه من الاخر بجد بجد. اوعي بقى تنسي اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان تشجعيني، واعمل كمان فيديوهات كتير، لاني فعلا ببقى جايه من الشغل تعبانه جدا جدا، وعاوزه اعمل حاجه تستفيدوا منها وانزل فيديوهات، بس مش قادره. فشجعيني بقى ايه باللايك بتاعك المميز والتعليقات الجميله اللي انا بحبها منكم جدا جدا جدا. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.